قصتنا النهاردة بطلها قط بني كيوت مكلبس كده واسمه جارفيلد. من كام سنة اتبناه راجل اسمه جون، ومن وقتها وهما الاتنين ليهم مكانة خاصة في حياة بعض. يوم الاتنين الصبح بدري جارفيلد بيصحى على صوت المنبه وبيطلب من لعبته انها تغطي ده عشان هو رايح في مهمة، ولازم يصحي جون عشان يعمل واجباته الأساسية ويأكل حيوانه الأليف. وجون ما بيكونش عايز يصحى، وهنا جارفيلد بيقوم ناطط عليه من فوق الدولاب، وبعد ما بيصحى مفزوع بيروح ياخد شاور ويغني. بس القط بيقول أظن جون نضف بما فيه الكفاية، فبيقوم شادد السيفون، وده بيخلي الدش ينزل مية سخنة على جون، وكده بيطلع بسرعة. في المطبخ جون بيطلع أكل معلب وبيقدمه لجارفيلد، بس القط ما بيحبش الأكل ده فبيعمل خطة شريرة وبيروح مبدل الأطباق لما جون بيروح يجيب الشوكة. وأول ما جون بيبدأ ياكل بيروح مرجع على طول، لكن القط بيبقى مبسوط وهو بياكل أكل لذيذ. جارفيلد بيخرج وبيراقب بياع اللبن مع صاحبه القط السيامي نيرمال بيبقى نفسه في اللبن، فبيقول لجارفيلد ايه رأيك نجري ورا عربية اللبن، بس جارفيلد الكسول ما بيكونش عايز يمشي. وهنا جارفيلد المكار بيستغل نيرمال وبيقول له تعالى معايا هخليك تبقى رائد فضاء في البيت بتاع الجيران. بيركب نيرمال في الجردل وبيشد جارفيلد الحبل، بعدها ازازة اللبن بتقع في بق جارفيلد على طول، وبعد ما خد اللي هو عايزه بيسيب الحبل وبيقع نيرمال لهبل على الارض بالجردل. وبعدها جارفيلد بص بعينه على البيت في الناحية التانية وشاف فطير التفاح، وقرر يكمل جولة الأكل بتاعته في المنطقة. والجيران بيكون عندهم كلب حراسة اسمه لوكا، واللي وقف قدام القط وقال له يمشي من قدام بيته، بس دي مش أول مرة جارفيلد يضحك على الكلب لوكا. بيلف جارفيلد وبيخلي لوكا يلف وراه، والسلسلة بتاعته بتشبك في التمثال اللي في الجنينة. ولوكا قال له عارف أنا لو شفتك تاني هعمل فيك إيه؟ القط جارفيلد بيرقص رقصة النسر وبيسرق فطيرة التفاح وهو مطنش هوهوت وتهديدات لوكا. وبعد ما القط جارفيلد ملا كرشه راح نام على المكتب جنب جون وهو بيشتغل. فجأة جون شاف فار على الأرض فبص لجارفيلد وأمره يمسك الفار حالا. جارفيلد رفض وقال له إنه مش هيضيع وقته في حاجة تافهة زي دي، بس بعد ما شاف محاولات جون الفاشلة عشان يمسك الفار جارفيلد قرر يتعامل معاه. اتضح إن جارفيلد والفار اللي اسمه لويس أصحاب من زمان. لويس شم ريحة بسكوت بالبندق بتاع جون وما قدرش يقاوم إنه يقتحم البيت، وعشان جارفيلد بيحب جون صاحبه وراه عينه الفار وهو في بقه. ولما جون بيفرح وبيرجع يدخل البيت تاني جارفيلد بيطلع الفار لويز من بقه وبيقول له يستخبى في مكان عشان جون ما يشوفوش تاني. في البيت جارفيلد بيقعد على كرسيه المفضل قدام التلفزيون وبيكون شغال برنامج هابي الكوميدي وبيتفرج عليه جارفيلد. وبيكون هابي في الحقيقة شخص بيكره القطط جدا وعنده حساسية منهم، بس بيشارك في العرض عشان يبقى مشهور وناجح أكتر من أخوه التوأم والتر اللي بيكون مذيع وبيقدم نشرة الأخبار في التلفزيون. ومساعد هابي قال له إنهم في التلفزيون محتاجين كلب ممثل عشان هيقدم عرض جديد، واخيرا جات له الفرصه عشان يبقى مشهور. كل اللي محتاجه دلوقتي هو كلب موهوب. جون بيرجع البيت بيلاقي جارفيلد خلص 4 علب لازانيا ودلوقتي مقلوب على الارض مش قادر يتحرك. وهنا جون بيقرر ياخد القط للعياده البيطريه عند صديقته ليزا. جارفيلد بيخمن ان جون بياخده العياده البيطريه كتير عشان معجب بالدكتوره اللي هناك من فتره طويله. وفي العياده ليزا بتكشف على القط وما بتلاقيش حاجه غريبه فيه فبتبعته للسبا الخاص بالحيوانات، وبكده الدكتوره بتبقى لوحدها مع جون فبيتخيل انها عايزه تطلب منه حاجه. فجون ما بيصدق وبيقول لها انه مستعد يخرج معاها في ميعاد غرامي عشان يعترف لها بحبه اخيرا، بس بيطلع الموضوع غير كده خالص. وليزا بتطلب من جون ان يتبنى كلب ملوش مأوى اسمه اودي عشان يوفر له الحب والاهتمام اللي محتاجه. وجون بيوافق على طول ان ياخد الكلب اودي وبيحطه في عربيته مكان جارفيلد. وليزا بتقول له انها هتزور اودي قريب وبكده يقدروا يشوفوا بعض ويخرجوا كتير. جارفيلد لما بيخلص السبا وبيخرج من العياده بيتصدم لما بيلاقي كلب قاعد في مكانه، فبيحاول يقنع جون ان يبعد الضيف اللي جاي معاه ده، لكن جون ما بياخدش باله ان القط متضايق. ولما بيروحوا البيت جون بيقدم لاودي بيته الجديد. جارفيلد طبعا بيتضايق اكتر بس بيكون متاكد ان جون هيفهم قريب مين المفضل عنده اكتر ويتخلص من الكلب الغبي ده. جارفيلد بيحاول ما يشوفش اودي قدامه بس الكلب بيكون مرح وبيمشي وراه في كل حته بيروحها وبيلاعب فيه وبيحاول يلفت انتباهه عشان يبقى صاحبه الجديد. جارفيلد عشان يشتري دماغه ويفكه من اودي بيحاول يتفرج على التلفزيون، بس لما بيروح يجيب ريموت بيرجع يلاقي اودي قاعد في كرسيه المفضل. بيتعصب جامد من الكلب فبيطلع مخالبه وبيهوش الكلب وبيزقه بعيد عن الكرسي. وبعدها جارفيلد واودي بيتقابلوا مره تانية بره في الشارع، فجارفيلد بيقرر يعلم اودي درس. بيقول له تعالى انا هخليك تبقى رائد فضاء، وهو بيشرح لاودي طريقه اللعبه اودي بيسحب الحبل بسرعه والقط بيطلع بالجردل وهوب يقوم واقع والجردل بيقع فوق دماغه. وبرده اللبن بتاع الجيران
بيقع في الماسورة لحد ما بينزل على الجردل. أودي بيطلع على الجردل وبيشرب اللبن، وهنا جارفيلد الغضبان بيفضل يجري ورا أودي، وتفاجئ بكلب الحراسة لوكا في وشه، بس المرة دي من غير سلسلة، وبيكون عايز ينتقم من جارفيلد البلطجي. لكن أودي بيروح يساعد جارفيلد ويلاعب لوكا وبيزغزغه وبيحول غضبه لضحك ولعب. وبالليل الكلب بيطلع على سرير جون، وجارفيلد بيتفاجئ لما بيلاقي جون بيسمح للكلب انه بينام جنبه. جارفيلد بيتغاظ اكتر من الكلب وأودي، وودي بيحاول يثبت انه لطيف وبياخد الجرايد يدخلها لجون، وبيكون جارفيلد بيرقص على اغنيه فأودي بيتنطط على الكرسي جنبه، وجارفيلد بيزقه على الارض كل ما يحاول يطلع جنبه، وفي الاخر راح ضربه بالمخد. وجارفيلد بيقرر يتحدى أودي في الرقص، فبيعمل الحركات والكلب بيعمل زيه، وبيرقصوا الاتنين عند الشباك، وهناك بيشوفوهم صحابه القطط. وعشان جارفيلد ما يخليهمش يفكروا ان هو وأودي صحاب، بيزق الكلب بعيد. وليزا بتوصل البيت وبتاخد جون وأودي معاها، وبيسيبوا جارفيلد لوحده في البيت. نرمل بيقول لصاحبه ان دي علامه مش كويسه، وان الكلب ممكن يكون هو الحيوان المفضل الوحيد لجون. جارفيلد الاناني ما بيكونش عايز ده يحصل ابدا، فبيجري ورا عربيه ليزا وبيقدر يدخل جواه، وبيروحوا جون وليزا لمسابقه المواهب اللي بيستضيفها هابي، وليزا بتروح تقعد ضمن لجنه الحكام. اما جون بياخد أودي وبيقعد وسط الجمهور عشان يتفرجوا على العرض. جارفيلد بيكون عايز يجذب انتباه جون ليه، فبيروح للمسرح، بس بيستوعب بعد فوات الاوان ان الكلاب بس اللي بتشارك في المسابقه. الكلاب المتسابقين شموا ريحه القط من هنا وهوب قاموا جاريين وراه كلهم، وبكده العرض اتعطل. وفي الوقت اللي جارفيلد بيعافر عشان يهرب من الكلاب، الموسيقى بتبدأ تعزف على المسرح، ولما أودي بيسمع الأغنية واللي بيكون عارفها بينزل من على رجل جون وبيفضل يرقص زي ما علمه جارفيلد، والجمهور كله بيكون فرحان وبيشجعه. وفي الوقت ده جارفيلد بينط تحت هدوم واحدة ست، وبكده بيقدر يوصل للخيمة، بس الكلاب بتلحقه هناك كمان وبيحوطوه كلهم، ولكنه بيشتت انتباههم وبيقول لهم بصوا العصفورة، وبيقدر يهرب بنجاح. هابي بيكافئ أودي وبيعرض عليه انه يبقى نجم في التلفزيون، لكن جون بيرفض وبيرجعوا للبيت. وقبل ما بتنزل ليزا بيحددوا ميعاد تاني عشان يتقابلوا سوا، وجارفيلد بيحس انه متضايق وان اكيد جون ما بقاش يحبه، وان أودي المزعج هو السبب في كل ده. بيتعصب جامد قوي وبيرمي الكوره بتاعت أودي فبتخبط في اللمبه، والبيت بيبتدي يتدمر وحاجات كتير بتقع وبتتكسر. ولما جون بيدخل يشوف البيت والفوضى اللي عاملها جارفيلد دي، بيروح طرده وبيخليه يبات بره البيت عقابا ليه. بالليل القط بيبص من الشباك وبيلاقي جون بيهتم بأودي ومبسوطين قوي. جارفيلد بيتمشى وهو بيغني أغنية حزينة عن إنه كان سعيد مع جون صاحبه ودلوقتي هو حزين. أودي بيخرج وبينام جنب القط، لكن جارفيلد ما بيقدرش اللي هو عمله وبيدخل البيت وبيقفل عليه من جوه وبيسيب أودي بره. ومع ذلك لما بينام جارفيلد في سريره بيفكر إنه يعمل بكرة معاهدة سلام مع الكلب. وفي الوقت ده بيعدي موتوسيكل فيه أكل في الشارع، وأودي بيشم ريحة الأكل وبيجري وراه، بس فجأة بيلاقي نفسه تاه وفي منطقة مش عارفها، فبيقعد عند باب بيت من البيوت، وهنا الست عجوزة بتشوفه وبتاخده البيت. تاني يوم الصبح جون بيدور على أودي وبيعرف إنه ضاع. جارفيلد بيحس بالندم على اللي عمله، بس بيفكر إن الكلب هيرجع قريب. هيروح فين يعني؟ هابي بيكون قاعد في مكتبه بيشتكي انه مش لاقي كلب موهوب للعرض. المساعد بتاعه بيلاحظ اعلان في الشارع حطته الست العجوزه بتقول انها لقت كلب تايه. بيروحوا للعنوان بتاعها وبيضحكوا عليها وبيقولوا لها ان الكلب بتاعهم وبياخدوه معاهم. وفي نفس الوقت جون كان بيحط اعلان ان أودي ضايع، وكمان بيتصل بكل جيرانه يسالوا اذا كانوا شافوا أودي ولا لا. ليزا بتوصل في ميعاد الخروج اللي حددوه، وكان جون اصلا ناسي الميعاد تماما وبقى محتار جدا، من ناحيه انه عايز يخرج مع البنت اللي بيحبها ومش عايز يزعلها بخبر اختفاء أودي، ومن ناحية تانية لازم يقول لها الحقيقة. جون بيختار يقول الحقيقة لليزا، وبرغم المخاوف اللي كانت جواه ليزا عرضت تساعد عشان يلاقوا الكلب، وخرجوا وسابوا جارفيلد لوحده في البيت، فقعد يتفرج على التلفزيون بس بيلاقي كل القنوات بتعرض لقطات عن الكلاب، وده خلاه يحس بالذنب اكتر. خرج من البيت وقابل اصحابه وعرفوا اللي جارفيلد عمله في أودي، واتهموه انه اناني وقاسي وسابوه كلهم ومشيوا. وجارفيلد بيحس بالاحباط وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، بيشوف عرض هابي اللي بيقدم فيه كلب أودي كعضو جديد للجمهور، ولما بيشوفه بيحاول يلفت انتباه جون للتلفزيون، لكن جون لما بيروح بيكون العرض خلص خلاص. المساعد بيقول لهابي ان أودي لسه مش جاهز للعرض ومحتاج تدريب، بس هابي قرر يتحكم في تصرفات الكلب بطوق كهرباء، وجارفيلد بيقرر ينقذ الكلب بنفسه، فبيخرج علبة من اكل القطط من الخزنة وبيكون مرسوم عليها خريطة لبرج التلفزيون، ومن هناك بيكون بيتذاع البرنامج بتاع هابي، وبيقرر القط يروح هناك. القط المقلبز ما بيكونش متعود يمشي كل المسافة دي وبيتعب
بيتعب بسرعة، فبيروح لمحطة الأتوبيس وبيركب باص من هناك للمدينة الكبيرة. جون بينادي على جارفيلد عشان ياكل لازانيا، لكن القط ما بيردش عليه، وجون بيفهم إن القط سابه ومشي هو كمان. بيروح لليزا يقول لها وبتروح معاه عشان يدوروا على جارفيلد. في الوقت ده جارفيلد بيلاقي نفسه في طريق صغير فاضي وبتحاوطه عصابة فئران جعانة جدا. جارفيلد بيستعد عشان يودع الحياة، لكن فجأة الفار لويس بيظهر وبيساعده وبيفرق الفئران من حواليه. فجارفيلد بيوعده إنه هيردله الجميل وهيزود له البسكوت بالبندق اللي بيحبه. لويس بيوصل جارفيلد لبرج التلفزيون وبيقوله إنه مش هيعرف يكمل معاه أكتر من كده. جارفيلد قرر يدخل المبنى من فتحات التهوية عشان محدش يشوفه، وعشان هو مقلبس كان بيتحرك ببطء شديد والحراس بيكتشفوا تحركاته، وهنا بيقرروا ينظفوا نظام التهوية فاكرين إن في حاجة. الهوا بيزق جارفيلد جامد وبيرجعه تاني. ليزا وجون شافوا الإعلان بتاع الست العجوزة، ولما راحوا لها قالت لهم إنها ادت الكلب الهابي لأنه مذيع وتقدر تثق فيه، وهنا بيعرفوا إن هابي خطف أودي وممكن جارفيلد كمان. في الوقت ده جارفيلد أخيرا قدر يوصل لأودي ولقاه محبوس في قفص، فبيعتذر له وبيقول له إن عايز يرجعه معاه البيت جون تاني. جارفيلد حاول يفتح القفص لكن هابي بيدخل المكتب مع المساعد بتاعه، فجارفيلد بيجري يستخبى. هابي بيجرب الطوق على أودي وبعدها بياخده وبيركبوا القطر عشان يروحوا نيويورك. جارفيلد بيخاف من الطريقة الوحشية اللي هابي بيعامل بيها أودي وبيمشي وراهم وبيركب على صينية وبينزل بيها من على السلم، بس فجأة بالغلط بيلاقي نفسه بيطير من على المبنى وبينزل على عربية وبتنقذه اللازانيا. بس أول ما بينزل الشارع بيتمسك وبتاخده شرطة الحيوانات الأليفة للملجأ، وهناك بيقابل قط اسمه رونالد النجم السابق في برنامج هابي. القط بيقول لجارفيلد إن هابي اتخلص منه بمجرد إنه مبقاش محتاجه في العرض بتاعه، وجارفيلد بيحاول يقنعه إن مش كل البشر مش كويسين وإن جون صاحبه بيحب الحيوانات الأليفة وبيهتم بيهم، وبيقول لرونالد إنه بيخطط ينقذ الكلب أودي اللي بقى مكانه في العرض. وكل الحيوانات اتفاجئوا لما عرفوا إن جارفيلد عايز ينقذ الكلب. جارفيلد بيقول لهم إنه عارف إن ده مش طبيعي، وهنا بيعترف لزمايله ولنفسه إن أودي بقى صديق حقيقي ليه. في الوقت ده بتيجي عيلة للملجأ عشان تختار قط يتبنوه لبنتهم الصغيرة. البنت بتختار القط بتاع هابي، وهنا القط بيستغل الموقف وبيضغط زر الإخلاء وبيساعد جارفيلد وباقي الحيوانات الأليفة إنهم يهربوا. جون وليزا وصلوا مبنى التلفزيون اللي فيه هابي، ولما بيدخلوا مكتب جون بيلاحظوا آثار رجلين جارفيلد على الأرض، فبيعرف إن جارفيلد كان هنا، والحارس بيقول لهم إن هابي دلوقتي في محطة القطر. وفي نفس الوقت كان جارفيلد وصل لهابي بس للأسف ما قدرش يلحق القطر، وبتيجي فكرة للقط المكار إنه يوقف القطر وينقذ أودي، فبيتسحب لغرفة التحكم وبيبتدي يسحب كل الدراعات وبيضغط على كل الزراير، وبسبب اللي عمله ده الإطارات كلها بتغير اتجاهاتها وبتتحرك ناحية بعض، والقطرين خلاص كانوا هيخبطوا في بعض. بس فجأة جارفيلد لقى الزرار الصح فداس عليه ورجع القطر للمحطة، وهنا جون وليزا وصلوا هما كمان لمحطة القطر، وجارفيلد خرج أودي من القفص والاتنين بيحضنوا بعض زي الصحاب. لكن هابي قطع اللحظة السعيدة دي وبيوصل للحيوانات في عربية الشنط وبيبقى ناوي يحط الطوق حوالين رقبة أودي، بس فجأة الحيوانات بتاعة الملجأ كلها بتوصل وكمان عصابة الفئران عشان يساعدوا أصحابهم. جارفيلد بيوجههم ويهاجموا هابي ويحط الطوق حوالين رقبته هو، وهنا جارفيلد بينتقم منه وبيضغط على جهاز التحكم بتاع الطوق وبيكهربه. أودي كمان بيضغط على الزرار عشان يخليه يتشقلب ويتعذب، وأخيرا جون وليزا بيلاقوا جارفيلد وأودي، وجون بيضرب هابي بالبوكس في وشه، وبعدها بيظهر خبر اعتقال هابي في الأخبار، وأصحاب جارفيلد بيعرفوا إنه ساعد أودي وقالوا عليه إنه بطل، وفي النهاية اتجمعوا كلهم ورجعوا البيت، وأخيرا جون وليزا بيبقوا مع بعض زي ما جون كان بيحلم. وبعد فترة العيلة بتبقى قاعدة بيتفرجوا مع بعض على مسلسل. جارفيلد بيبقى خلاص قدر يتقبل صاحبه الجديد أودي، بس ما بيقدرش يبطل عادة إنه يزقه من على كرسيه المفضل. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم الفيلم دعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان نقدر نقدم لكم كل جديد. سلام.